لحضور هذا الملتقى بضيافة من وحدة الهوية والاختلاف تابعة لكلية الآداب بوجدة. أولا من أجل تقديم رواية رباط المتنبي، لأن جزء من الأحداث تجري بوجدة، ولأنني استوحيت الفكرة بالأساس من وجدة، وكنت قرأت في فترة من حياتي ديوان المتنبي هنا بوجدة، فكان لزاما أن أحج هنا للقاء بساكنة وجدة من خلال المثقفين. ولكن كانت مناسبة كذلك لتطارح قضايا آنية لما يعج به العالم من قضايا ذات طبيعة وجودية، والاستماع إلى أسئلة واهتمامات المثقفين. سعيد جدا لأنه رغم ما يقال عن الكلية والجامعة ما تزال تنبض بالحياة، وما زال هناك وعي ورغبة في الارتقاء بالجامعية. فأنا سعيد جدا لهذا اللقاء ولما طبعه من حوار صريح وأسئلة ثاقبة وعميقة.